بين جدران هذه الغرفة المكشوفة تقضي فاطمة وأبنائها الثلاث ليالي مؤرقة، حياة مريرة تتابع فصولها منذ أزيد من أسبوع. فهذه العائلة التي تحملت العيش في غرفة تفتقر لكل ضروريات الحياة وجدت نفسها مشردة في العراء بعد أن طردت من منزلها بموجب حكم قضائي اعتبرته جائرا ونفذ لفائدة جهة لا صفة لها من الناحية القانونية في رفع دعوى الإفراغ. أنا لله عندي واحد دار ديال الأملاك مخزنية كرياها هذه 30 عام وأنا في هاد الدار ساكنة، وصلحتها وبنيتها وعاودتها بني وخسر عليها الدم قلبي على هاد الدار. ومن بعد جات الأملاك مخزنية ملكت لي. هاد العام جا واحد النصابة ديال عباد الله كينصبوا على ملك الدولة بهاد الطريقة. أنا كنت ساكن، أنا كنت فوق السطح، أنا كنت تحت السطح، ودابا ما كاين حتى شي حاجه. هاد الناس ما عندهم اوراق، ما عندهم حتى شي حاجه. هاد الناس كينصبوا على ملك الدوله، التطوان كامله داوها بهاد الطريقه هادي، لان السيد كان فيه ماشي عجوزه وشي مرا كبيره وشي هجاله كيلوحوا الزنقه، وبالدليل وبالشهود قاطع على هاد الناس، وهما عندهم الدار ديال المخزن، وهذاك توصل ديك الدار كيحكموا بها على الديور المغرب كامله، التطوان كامله، وكيخرجوا عباد الله للشارع. دابا انا نهار اللي جا وانا جالسه في الدار كنلقى القوى العموميه والعون القضائي في الدار. شنو عندك؟ قال لك الا جينا نفدوا على هاد الدار بالاسم. حين فتحت الحكم كنلقى الحكم في الاسم د واحد اخر. طلعت للمحكمه قالوا لي ديال الدار ديالك والحق ديالك، بالحق سنفدوا عليك صحه. ايه وعارفين هذا الحكم غير قانوني وهذا الحكم زور ومحكوم بالفلوس، وقال لك غنفدوا عليك. جا وقتي في واحد النهار الشتا والبرد من عند الله، بلا عطف بلا رحمه خرجونا من الدار ديالنا على الصباح باقيين بالحوايج ديال النعاس، ما رحمونا ما عتقونا. والدار ديالنا كريمه عند الاملاك المخزنيه. هاد الناس اللي جايو ينفذوا علينا بهذا الحكم ما كنعرفوهم ما كيعرفونا. الاسم ماشيين بالورقات الافراغ فيها فلان بن فلان، والكونطرا في اسم الوالده فاطمه السطي عندها عقد مبرم مع الاملاك المخزنيه من 99 حتى 2013، وحنا كنخلصوا الواجب ديالنا. انا خلقت في هاد الدار في عمري 27 سنه، خلقت في هاد الدار، كبرت في هاد الدار، فتحت عيني في هاد الدار، جاو يخرجونا منا. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. انا كنطلب من سيدنا العطف ديالو يعطف على هاد الاسره مشرده في الزنقه ناعسه غير في كارجه، نتوما تشوفوا بوطه ملاطي. اللهم من هذا 3 ايام ما دوشت ما بدلت حوايجي، الحكومه احتجت لنا على الحوايج، احتاجوا لنا على كل شيء، ما خلوناش حتى فاش نلبسوا شدوا علينا الدبيبان. اللهم من هذا منكر سيدي، اللهم من هذا منكر. 25 في شهر 12 انا ناعسين في الدار، حتى كنسمع السكيطه كتدفع في الباب كتفرع، ما يفتحت عيني كنلقى الكوماندر والقوى العموميه 3 ديال الصافيكات اختار من 30 ديال البوليس. واخا اش بغيتو اسيدي مني؟ شبروني خرجوني على الشارع وريتهم الاوراق وجمعت الاوراق ديال الوكيل العام النقد من محكمه النقد من الرباط، وقالوا لهم عطيونا السيده حقها وصافيو هذا المشكل اللي عندكم. حين كنمشي لديك المحكمه اش كيقولوا لي المواطنين؟ قال لك وكيل العام ما مكلفش على النزاع، مكلف على الذبيحه والسليخه، حنا ماشي شغل ديالنا. دابا الله يستر سيدنا ويستر الاسره الملكيه، يشدوا لي البيبان كاملين ولاحوني الزنقه، ولا الكوماندار جا ضرب لي الولد زايزون واعتقلوا وداه للصافيكه. جا هو قال له انا عندي الكارطه ديال سيدنا وهذه الدار ديالنا، قال له غنلو حكم للزنقه وخاف من ما كانت، يعني ما اعترفوش بالاوراق اللي عندي مع الدوله. واش هادو هما اللي خصهم باش يكونوا عصابه اجراميه في الزنقه؟ دابا انا فين غنمشي؟ فاين نمشي نسرق؟ نمشي نعس في الويدان؟ فين غنعس؟ حوايجي مجدود عليهم، حزت لي عليهم الدوله، المحكمه حزت لي على الحوايج على كل شيء. والشتا نهار ديك العاصفه والشتا خرجوني على الزنقه الحبيبه، كل شيء مسيب برا، كل شيء. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. هذه الفضيحه اللي باقيه والحكم اللي عنده 19 سنه ما عرفوش حتى منه. كنطلب من الجهات المختصه تدخل في هذا الشيء عاجلا يا ربي الحبيب. تشوف من الحاله ديالنا راه حنا ناعسين في الزنقه، الهواء فينا، البرد فينا، الشتاء فينا، ما عندنا فين نمشيو اسيدي. جاونا في واحد الظروف بنادم ان شاء الله كيتقاتل مع اللقمه د العيش، ان شاء الله كيدبر باش يتكافى مع راسو، وتا واحد ما خدام يما ما خدام. اخوتي انا الواحد اللي خدام في العائله كنخدم عليهم، هرسوني سيبوني في الزنقه، سرشوا لي خوتي، يما في الزنقه مريضه فيها جميع الامراض عيب الله، في الدار وما كانتش مرتاحه عاد يزيدونا الزنقه. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. انا ما عرفتش راسي سيدي فين عايش، ما عرفتش.
نداء استغاثة عاجلة توجهها عائلة فاطمة من داخل هذه الغرفة، فبين هذه الجدران النوم والطبخ والاستحمام. المتأمل لهذه المشاهد يتساءل عن دور السلطات المحلية تجاه هذه العائلة، وهل يرضون أن يقضوا معها ليلة واحدة من ليالي شهر يناير الباردة؟